التعافي بيمر بمرحلتين، مرحلة ال90 يوم اللي هي أنا ببطل فيها والذهن بيبتدى يتعافى وتقل الرغبة القهرية، ودي مرحلة صعبة جدا مش سهلة، لكن بلتزم 90 يوم أتوقف وبطل. طبعا بيحصل أعراض انسحاب وقلق وتوتر وضيق وضجر وألم. هنحاول نشغل نفسنا في رياضة، في خروج، في اتصال، في علاقات، في أصدقاء، في أصحاب، مفيش فراغ. بتخلص من الأدوات، الموبايل مش في جيبي، بشيل التطبيقات من عليه، بنظف، بمسح كل المحتوى اللي عندي عشان أي شريط كده أو سلسلة هترجعني تاني وهنتكس تاني. فدي مرحلة صعبة تحتاج إشراف، تحتاج حد رفيق للرحلة دي، صعب أعديها لوحدي. عندنا حاجة اسمها المرونة العصبية، زي ما الفكر ابتدى ينشغل بمنطقة وبيتكرر، أنا بعيد تشكيل مخي ومسارات التفكير مرة تاني. أنا بعمل تفكير جديد، بعمل عادات جديدة، بعمل مهارات جديدة. ده بيخلي مخي يتنقل في حتة تانية خالص، وده ممكن. في حاجة اكتشفوها في طب النفس العصبي وتشريح المخ والتجارب اللي اتعملت عليه، ان المخ يتسم بمرونة، بيعيد تشكيل نفسه تاني، والمسارات العصبية المسؤولة عن التفكير بتغير المسارات والممرات والطرق اللي بتمر بيها دوائر التفكير. ويقدر الإنسان بدل ما بيفكر في الرغبة في التعاطي أو ممارسة سلوك جنسي أو ممارسة سلوك إدماني إلى أنماط أخرى من التفكير الصحي والتفكير السوي. يعني أنا لما بغير أسلوب تفكيري واقتني عادات تفكير جديدة زي القراءة والتأمل والمشاركة وممارسة علاقات اجتماعية وعلاقات روحية صحية، أنا بغير تركيب مخي. المرحلة التانية مرحلة منع الانتكاس. أنا بطلت، كسرت الدوائر، صلحت من مخي شوية. هل الرغبة توقفت؟ لا، ضعفت لكنها موجودة، وتحت أي ضغوط أو إهمال ممكن أرجع لممارسة السلوك وانتكس تاني. فمفيش مانع من تكوين علاقات داعمة، مجموعة صداقات حلوة تقدر تاخدني وتطلع بيها قدام. نحذر العزلة، لأن وأنا وحدي الطقوس نفسها بقفل الباب، بقعد لوحدي، الأفكار بتشتغل، بفتح الجهاز، بنتكس مرة تاني. فضرورة الخروج والاختلاط الكثير بالمجتمع الصحي وعدم العزلة. لو في إيذاءات طفولة، في صدمات مختزنة، في إيذاءات جنسية تحتاج إلى جلسة مع مشير والتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة والصدمات المختزنة دي، عشان أعرف أسدد احتياجاتي وأتعافى بشكل صحي.